Ahí está. Diagonal retrasada, esta puede ser para el Feyenoord que la deja atrás, le pegan o no. Así la van a poner para Moussa. Gol, 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 gol. عاد الدولي الجزائري أنيس حاج موسى مساء الأحد إلى أجواء المنافسات الرسمية بعد غياب مؤقت بسبب عقوبة الإيقاف التي جعلته يبتعد عن آخر مباراة لفريقه فاينورد روتردام في الدوري الهولندي. وفي الجولة السادسة من البطولة وقع حاج موسى الهدف الأخير لفريقه في الدقيقة 78 أمام نادي ألكمار في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3، وبهذا الهدف رفع رصيده إلى هدفين في الدوري الهولندي إضافة إلى هدف ثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا. لكن مدرب الفريق روبن فان بيرسي قرر إخراجه في الدقيقة 84، وهو القرار الذي أثار الجدل، خاصة أن فاينورد تلقى هدف التعادل في الدقيقة 98 بعد مغادرة النجم الجزائري أرضية الملعب. ورغم ذلك واصل فاينورد روتردام تصدره للترتيب برصيد 16 نقطة، متقدما على أيندهوفن ب3 نقاط، فيما يحتل ألكمار المركز الخامس ب11 نقطة. أنيس حاج موسى يثبت من جديد قيمته الهجومية، لكن برأيكم هل كان قرار فان بيرسي بسحبه في الدقائق الأخيرة صائبا أم لا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك لنوافيكم بجديد محترفين في أوروبا.